تخيل تصحى في يوم عادي وتروح شغلك فتتحبس في اسانسير الشركه، وفجاه تسمع صريخ وخبط والناس بره بتتحول لوحوش وانت محبوس جوه الاسانسير مش عارف تعمل ايه. ده اللي هنشوفه في ملخص فيلمنا النهارده ذا اند. يلا بينا يلا بينا. في مدينة روما اللي دايما فيها حركة بنشوف كلاديو رجل الأعمال الناجح وهو في طريقه للشغل. يومه بيبدأ غلط لأنه ركب مع سواق غير السواق اللي متعود عليه. كمان المدينة كان فيها زحمة أكتر من العادي ومحدش عارف سبب الزحمة دي. كلاديو بيوصل متأخر جدا، ولما بيوصل مكتبه بيكتشف إن في عميل مهم مستنيه، فبيجري ناحية المصعد وبيقابل زميلته مارتا اللي بنعرف من كلامهم إن كان في بينهم قصة حب قديمة قبل ما هي تتجوز. بسرعة المصعد وصل لدور مارتا وهي نزلت منه بسرعة، وكلاديو كان بيبص عليها بشكل غريب. بعد شويه ضغط على زر الدور اللي عايزه، فجاه جاله اتصال من مراته لورينا، كان باين عليها انها متوتره جدا وقالت له انها شافت حاجه غريبه في الاخبار من شويه. الظاهر ان في شغب حصل في روما والطرق الرئيسيه اتقفلت. وفي وسط المكالمه المصعد وقف فجاه وده قلق كلاديو جدا، فودع مراته بسرعه، لكن هي فكرته انه يجيب معاه شويه طلبات وهو راجع للبيت. بعد ما قفل المكالمه مع مراته ضغط على زر الطوارئ واتصل برئيس فن الصيانه وقال له انه محبوس في المصعد وطلب منه يحل المشكله بسرعه. لكن الفن وضح له ان المشكله في وحده الطاقه اللي موجوده فوق السطح، وانه فعلا بعت رجاله علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل هناك. وبعد شويه كلاديو اتصل بسكرتيرته ساره وطلب منها تفضل تشغل العميل لحد ما يوصل المكتب. بعدها حاول يتواصل مع الصيانه مره تانيه، لكن الفن قال له انه فقد الاتصال بالرجاله اللي طلعوا السطح. كلاديو لما سمع الكلام ده انفعل جدا وطلب منهم يحلوا المشكله فورا. الفن اعتذر له وقال له انه هيطلع بنفسه للسطح يشوف ايه اللي بيحصل. في الوقت ده كلاديو قرر يعتمد على نفسه بدل ما يستنى، وبدا يحاول يفتح ابواب المصعد بايده، وفعلا قدر يفتحهم شويه صغيرين كفايه انه يدخل راسه منها. المصعد كان واقف قبل الدور السابع، لكن المفاجاه ان مفيش اي حد يساعده. حاول يطلع من الفتحه اللي بين الابواب لكنها كانت ضيقه جدا ومش هينفع يعدي منها. في الاخر اضطر يستسلم ويستنى تاني، فجاله اتصال جديد من لورينا، صوتها كان مليان خوف وبتقول له انه في حد بيخبط على باب البيت بعنف ومش بيرد لما بتساله مين اللي بره. كلاديو طلب منها انها تتصل بالشرطه، لكنها قالت له ان الخط مش شغال، فطلب منها انها تقفل على نفسها في اوضه النوم لحد ما يشوف حل. بعد كده اتصل على صاحبه ستيفانو وطلب منه يروح بيته ويطمن على مراته. ستيفانو بيوافق، لكن حذر كلاديو ان الطريق هيكون صعب بسبب الزحمه. وبعد ما قفل معاه كلاديو بدا يتابع عناوين الاخبار على موبايله. التقارير كانت بتتكلم عن هجمات غريبه في مناطق مختلفه من المدينه، وكمان عن حريق في معمل كان تم اخلاؤه قريب. وهو مركز في الاخبار سمع فجاه اصوات صراخ، فبص حواليه وشاف مجموعه ناس مرعوبه بيجروا قدام المصعد، ومن بينهم مارتا اللي وقعت قدامه على الارض. مارتا طلبت منه انه يساعدها وفعلا مسكها من دراعها وحاول يفضل ماسكها، لكن الحاجه اللي كانت بتسحبها كانت اقوى منه وفي الاخر اتسحبت بعيد غصب عنه. اللي حصل ده خلى كلاديو ياخد الامور بجديه، فكان في خوف بدا يسيطر عليه، فقرب من باب المصعد بحذر علشان يبص بره، لكن اتفاجئ لما شاف 2 زومبي بيحاولوا يدخلوا ويمسكوه. ولحسن حظه الزومبي مشوا لما سمعوا صوت في طرقه المبنى وهو مش مصدق اللي شافه. ولما حاول يستوعب موبايله بيرن وكانت مكالمه من ستيفانو قال له انه قرب يوصل لبيته، لكن فجاه الخط انقطع لما زومبي هجموا عليه في الشارع. كلاديو ما كانش عنده فرصه يفكر في اللي حصل لستيفانو لانه على طول استقبل مكالمه تانيه على جهاز الاتصال الخاص بالمصعد. كان كبير الفنانين هو اللي بيتصل وقال لكلاديو انه مش قادر يلاقي عماله في اي مكان. كلاديو حاول يشرح له اللي شافه من شويه، لكن الفن ما خدش كلامه بجديه، ودي كانت غلطه كبيره. وبعد لحظات الفن اتهاجم من مجموعه زومبي واتقتل قدام المصعد، وصوت صراخه كان مرعب جدا. كلاديو في اللحظه ديت بدا يفهم قد ايه الوضع خطير وانهار تماما وفضل يبكي. لكن الموقف زاد سوء لما الزومبي قدروا يوصلوا للمصعد. واحد منهم مسك كلاوديو من رقبته، فكلاديو سحب الدرابزين اللي كان متثبت في جدار المصعد وبدا يضرب به الزومبي على دماغه بكل قوته لحد ما قتله اخيرا. بعد شويه كلاديو سمع دوشه وبدا يجهز الدرابزين علشان يدافع عن نفسه، ولحسن حظه طلعت سيلفيا المتدربه الجديده في المكتب، فنده عليها بصوت واطي وطلب منها تساعده في فتح الباب، واستخدم الدرابزين علشان يقدر يفتح الباب. لكن للاسف هما الاثنين ما كانوش اقوياء كفايه علشان ينجحهم. الموضوع بقى اصعب لما الدرابزين وقع من ايد كلاديو وده عمل صوت عالي جدا. بعد شويه سمعوا الزومبي جايين عليهم. سيلفيا حاولت تهرب قبل ما يلاقوها، لكن مجموعه من الزومبي هجمت على المكان بسرعه وقفزوا عليها. كلاديو وقف عاجز وهو شايفهم بياكلوها لحد ما ماتت. بعد ما جمع شجاعته ومسك تليفونه اتصل بلورينا، لكن محدش رد عليه فانهار من العياط. بعد كام دقيقه لقى زميل تاني في الشغل كان لسه عايش ومعاه كشاف بيدافع بيه عن نفسه. زميله كان عايز يدخل المصعد برضه، وحاولوا هما الاتنين يفتحوا الباب لكن مفيش فايده. محاولتهم عملت دوشه كبيره لدرجه
لدرجه ان في زومبي طارد زميله. وبعد شويه كلاديو سمع الزومبي بيعدي من جنبه فبدا يتريق عليه ويستهزأ بيه لانه مش عارف يوصل له. تصرفاته الغريبه دي جذبت زومبي اكتر فبيمسك الترابزين وبدا يضربهم، لكن اتشتت لما سمع صراخ في اخر الطرقه وفهم بسرعه ان دي ساره السكرتيره بتاعته اللي طلبت منه يساعدها. صوتها خلى الزومبي يلاحظوها ودخلوا المكتب اللي كانت مستخبيه فيه، ومن صدمته رمى ساعته على الزومبي وتوسل ان حد ينقذها، لكن ده ما كانش له اي معنى، ما كانش عارف يعمل ايه. فبدا يتابع الاخبار على تليفونه وشاف فيديو مرعب. الصحفيه وضحت ان السلطات صدرت الكاميرات وطردت كل الاعلاميين من المنطقه. دلوقتي هي كانت طالعه مباشر من موبايلها بعد ما خرجت بره المدينه، ونصحت كمان السكان انهم يبعدوا عن الزومبي، وقالت كمان ان لازم الناس تخرج من المدينه. وقبل ما تقدر تقول اي حاجه تانية هجم عليها مجموعه من الزومبي وقتلوها. الامور كانت بتسيء اكتر، وفي الوقت ده كان وصل زومبي لباب المصعد فالكهرباء بتقطع. كلاديو كان بيتفرج على الزومبي هم بيحاولوا يدخلوا لما فجاه سمع ضرب نار بره الباب. كل الزومبي ماتوا، وكلاديو استغل الفرصه وطلب المساعده، ولفت انتباه ضابط شرطه مسلح اسمه مارسيليو بعد ما اتاكد ان كلاديو مش مصاب وضح له انه لوحده وفقد الاتصال بالمقر الرئيسي. بسرعه حاول زومبي يهاجمه، لكن الضابط اتعامل معاه بسهوله وضرب عليه النار بسلاحه. كلاديو قال لمارسيليو ان باب المصعد متعطل، فقرر مارسيليو يصلح المولد، وادى لكلاديو جهاز لاسلكي علشان يوجهه في المبنى، وكمان مسدس علشان يدافع بيها عن نفسه. مارسيليو بيتحرك بعد ما كلاديو شرح له ازاي يتحرك في المبنى، وبعد كام دقيقه من التوتر مارسيليو اتصل بكلاديو وقال له ان السلم اللي بيطلع للدور التاسع مسدود بكومه من الاساس. كلاديو بيهدى وبيبدا يفكر، وده ساعده يلاقي فكره، وقال له انه في شغل انشاءات شغال في الدور ده، يعني في سقاله ممكن مارسيليو يستخدمها علشان يطلع لفوق. وبعد ما عدى من كومه من الجثث مارسيليو ما كانش قدامه حل غير انه يضرب النار على الشباك علشان يقدر يوصل للسقاله. الصوت العالي جذب الزومبي لكن فضل هادي وقدر يتسلل من غير ما حد يلاحظه. كلاديو حذره كمان انه ياخد باله لان فنيين المصعد اتهاجموا هناك، ولحسن حظهم مارسيليو وصل للسطح بسرعه وشغل الكهرباء تاني فالنور رجع، لكن ابواب المصعد لسه مش بتفتح. كلاديو استخدم كشاف موبايله وبص بين الابواب ولقى القطعه اللي ناقصه وبسببها الابواب مش بتفتح. كان يائس جدا لدرجه انه حاول يوصل للقطعه بايده لكن مفيش فايده. فجاه ظهر زومبي عند فتحه الباب وحاول يمسكه، فرجع بسرعه وخد المسدس اللي سابه مارسيليو واستخدمه وضرب الزومبي وقدر يقتله، لكن للاسف ظهر زومبي تانيين. كلاديو كان متردد في انه يضربهم بالسلاح، لكن مارسيليو كان بيشجعه من خلال الجهاز الاتصال، وفعلا ضرب كل الزومبي اللي عند الباب. فبيهنيه مارسيليو لانه نجح في انه يخلص عليهم، لكن كلاديو كان مصدوم جدا وكان حاسس بالذنب لانه عارف ان الزومبي دول كانوا زمايله وكمان كان عارف عيلتهم. ومع ذلك مارسيليو قال له انهم مش بشر وانهم مصابين وانهم لازم يعملوا كده ويدافعوا عن نفسهم. في الوقت ده كلاديو بيسمع اصوات الزومبي من جهاز الاتصال، وفي الاخر بينقطع الاتصال بمارسيليو. كلاديو ما استحملش اكتر من كده فبص على سلاحه وفكر في انه يضرب نفسه. فجأة بيظهر 2 من الشرطة في اخر الممر وهم بيحاولوا يهربوا من الزومبي. رجل الاعمال اليائس صرخ علشان حد يساعده لكنهم مشوا قبل ما يشوفوه او حتى يسمعوه. ومع دخول الليل اليأس كان سيطر على عقله فبيوجه السلاح ناحية راسه، فصراخه شد انتباه مجموعة من الزومبي اللي حاولوا يوصلوا له من خلال فتحة الباب. كلاديو قرر انه مش عايز يديهم الفرصة ويكون فريسة سهلة، وبدأ يجهز سلاحه علشان ينتحر. وفي الوقت المناسب صوت مارسيليو طلع فجأة من سقف المصعد وطلب من كلاديو يفتح الباب ويدخله. ده حمس رجل الاعمال جدا فمسك الدرابزين بسرعة واستخدمه لفتح الباب وعمل فتحة لمارسيليو. بعد ما كلاديو ساعده ينزل مارسيليو ما ضيعش وقت وضرب كل الزومبي اللي عند الباب بسلاحه. بعدها كشف عن الجرح اللي في رجله اللي اتصاب بيه من الزومبي. ووقت ما هما بيتكلموا كلاديو ساله اذا كان عنده اي فكره عن ازاي الموضوع ده بدا، فرد عليه وشرح له ان كل اللي اتقال لهم انه فيروس ظهر فجاه وبدا ينتشر. السلطات قالت انه بينتقل عن طريق الحيوانات لكنه ما صدقش الكلام ده لان الطب الحديث فيه علاجات كتير لحاجات زي دي. هو متاكد ان الفيروس اتعمل في معمل وحد فقد السيطره عليه. فجاه مارسيليو بدا يضحك بشكل هستيري لما افتكر نكته من فيلم كان شافه مع مراته. الاتنين بداوا يتكلموا عن حياتهم الزوجيه. وبعد شويه مارسيليو جهز سلاحه لانه بدا يكح وينزل دم، وقال لكلاديو انه يرتاح شويه وطلب منه انه لما ينام يضربه برصاصين في دماغه لانه مش عايز يتحول لزومبي. لكن كلاديو رفض ياخد السلاح فمارسيليو اضطر يوجه السلاح على راسه وده عمل مشكله بينهم. وفي الاخر مارسيليو اضطر يضرب كلاديو في وشه. وبعد كام ساعه مارسيليو بينام لكن كلاديو كان لسه مش قادر يضربه بالنار وبسرعه غير رايه لما شاف جرح مارسيليو. فجاه مارسيليو صحي وهو متحول لزومبي فحاول يتكلم معاه لكن مارسيليو هجم عليه فجاه فاضطر يضربه في دماغه. بعد كده لاحظ ان رجله اتجرحت فربطها علشان يحاول يمنع انتشار العدوى. الزومبي سمعوا صوت ضرب النار ودلوقتي في عدد كبير منهم عند الباب، لكن رصاص سلاحه كان خلص فمسك سلاح مارسيليو وبدا يضرب على كل زومبي يقدر يوصل له. كل طلقه كانت بتحرك جسمه لورا لحد ما خبط في الحيطه، ومع اخر طلقه دماغه خبطت ووقع مغمى عليه. وبعد شويه بيفوق لما سمع اصوات ضرب النار في الممر. ما كانش فيه
زومبي في المكان غير الجثث اللي كانت موجوده على الارض، فتليفونه بيرن لكنه طلع المنبه، لكن بعدين رن تاني. المره دي كانت مكالمه حقيقيه، فانبسط جدا لما سمع صوت لورينا اللي طلعت لسه عايشه وبصحه كويسه. اتضح انها هربت من البيت والجيش انقذها. المكالمه قطعت فجاه لما بطاريته خلصت، لكن ده كان دافع لكلاديو انه يحاول يهرب تاني، فبيمسك الدرابزين وحاول يحرك جزء المصعد اللي قافل الابواب لكنه ما قدرش يوصل له، فحرك جثه مارسيليو ووقف عليها علشان يقدر يدخل ايده بين الابواب، فقدر يمسك القطع ويشيلها وده خلاه يقدر يفتح الباب بالكامل. بعد ساعات من الرعب كلاديو اخيرا بقى حر، فشرب الميه اللي فاضله وخرج من المصعد وعدى فوق جثث الزومبي علشان يوصل للممر، ولقى ساعته على الارض فحطها في جيبه. ولما نزل للدور الارضي لقى جثث اكتر بما فيهم زومبي من غير رجلين كان بيزحف ناحيته، ولما حاول يضربه بسلاحه الرصاص كان خلص، فضرب الزومبي في دماغه برجليه. وهو خارج من المبنى وماشي في شوارع روما لاحظ جثث الزومبي في كل مكان، ولما بيوصل عند جسر بيلاقي ازازه لبن مرميه على الارض جنب ست ميته، فافتكر ان مراته طلبت منه يجيب لبن بعد الشغل فاخد الازازه. فجاه الست صحيت ومسكت في رجليه، فحاول انه يدافع عن نفسه بالازازه لكن الزومبي بيقع ميت لما الجيش ضرب من سطح قريب. وبينتهي الفيلم لما رفع ايديه على امل انهم يدخلوه الحجر الصحي. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. سلام.